السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض ترمس العيد. لو لسه ما عملتوش هتلحقي تعمليه، سهل وبسيط جدا، مش هياخد منك وقت. تعالوا نشوف طريقتنا. معايا هنا ترمس وحمص. هنجيب ترمس السريع نص كيلو ترمس، نص كيلو حمص. هتشوفوا هيعملوا معاكي كمية قد ايه، هيعملوا معاكي كمية كبيرة ما شاء الله. هننقعهم من بالليل ونحط عليهم ميه ونغطيهم ونسيبهم. تاني يوم بقى بعد ما اتنقعوا، بسم الله ما شاء الله، شايفين حبات الترمس وحبات الحمص بقت عامله ازاي؟ هنجيب الحمص الصغير، بيبقى جميل جدا في الاكل مع الترمس، طعمه مختلف. بعد ما غسلت الحمص كويس والترمس غسلتهم كويس جدا، شايفين الحبايه بقت عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هنجيب معانا هنا حله، هننزل بالترمس بعد ما غسلناه كويس، وهنضيف عليه ميه وهنحطه على النار عشان يتسلق. ومعانا الحمص نفس الحكايه، هنفضيه في حله وهنضيف عليه الميه وهنحطه على النار. معانا هنا الترمس بيغلي، طبعا نشيل الريم اللي بيطلع ده، نشيله من عليه وهنسيبه يستوي. والحمص كمان معانا هو بيغلي سوي، ما بياخدوش وقت في السوا، برضو نشيل الريم اللي عليه، ما بياخدوش وقت في السوا، خلي بالنا. هتلاقيهم في اقل من نص ساعه يكونوا مستويين. تعالوا نبص على الترمس، هتلاقوه استوى بسم الله ما شاء الله. هنمسك طبعا حبات الترمس ونقشرها ونشوفها لانها استوت تمام، ندفع عليه. وحبات الحمص كمان نفس الحكايه زي ما احنا شايفين، نختبر واحده نشوفها اللي استوى هندفع عليه. بعد ما استوى وصفيته، تعالوا بقى نعمل له الميه اللي هيتحفظ فيها في التلاجة. هنجيب نغلي ميه ونسيبها تبرد، ميه مغليه ونسيبها تبرد، اهم حاجه نغليها ونسيبها تبرد. وهنضيف عليها معلقه ملح كبيره، معلقه كمون ومعلقه شطه وشرايح ليمون. معلقه ملح كبيره ومعلقه صغيره كمون ومعلقه صغيره شطه وشرايح ليمون. وهنقلب الكلام ده كله وندوبه، وهنضيف في علبه الحمص وهنضيف في علبه الترمس. هنحتفظ بكل حاجه لوحدها كده. معاكي جاهز، هتغطيه وتشيليه في التلاجة. اهم حاجه وقت ما تاخدي منه، اهم حاجه يكون معلقه نظيفه جدا، ما فيهاش ميه، ما فيهاش اي حاجه عشان ما يبص مننا، عشان تحافظي عليه اكتر وقت ممكن في التلاجة، مش هيجراله اي حاجه. شايفين معانا بسم الله ما شاء الله جميل جدا، مع بقى الليمون والشطه. سهل جدا وجميل وبسيط، مش هياخد منك وقت. لو ما لحقتيش تعمليه يلا اعمليه وقولوا لنا رايكم. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا جميعا ان شاء الله. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.